دلوقتي في ناس عاقله، ناس في جبهه الانقاذ، يعني ناس تقوم بيها شويه. صحيح هم غلطوا كتير، لكن في امل، في امل يصلحوا غلطتهم. الاخوان والسلفيين متحدين مع بعض رغم خلافاتهم. اكيد المعارضه متحده مع بعض برضه، اكيد بيدفنوا خلافاتهم مع بعض. هذا كلام رجل مضحوك عليه مغسول مخه. اللي عاوز ينقذ مصر لازم يجمع كل الناس. اللي عاوز ينقذ مصر يجمع كل الناس. لا سمح، ده عيب. هي دي جبهة انقاذ مصر. انقاذ مصر من مين؟ لا سمح. وبنستغرب الاخوان ازاي؟ طب ممكن النشطاء او السياسيين ورجال الاعمال يلتفوا حوالين التيار المدني عشان يساندوهم رغم الخلافات، ما يشتموش بعض، ما يختلفوش مع بعض. جبهة الانقاذ الوطني هي اللي غرقت مصر. دكتور البرادعي عمل لنفسه مجتمع ضيق قوي على قد. وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد البرادعي هقف، لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا. باشمهندس سبت ايه الاخوان والسلفيين يا باشمهندس؟ المهندس ممدوح حمزه معروف بمجهوداته في الميدان، زي مثلا توزيعه لكلوتات الثوره او دخوله برنامج تلفزيوني بخروف. قال يعني كده حطيت عليهم. لا، نماذج معارضه جميله الحقيقه. على العموم زي ما عيطنا على الدستور هنعيط على البرلمان، واذا كان الاخوان فاشلين فاحنا عندنا معارضه ممكن تتوصف بانها نص لبه. سوري، نص لبه لفظ تقيل شويه. طب نقول معارضه مهزوزه مش مستقره، عامله كده زي ليه الخروف تنفع؟ ليه الخروف مهزوزه مش متماسكه. عشان كده الاخوان فينا. ضلكم على الفاصل.